السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو الجديد بغيتكم ترحبوا معايا بالضيف الجديد. الضيف الجديد ديالي اليوم في البيت ديالي هو العالم الجزائري، طبعا رفقه العالم ديالنا، وهاد الجوج كلهم تاج على رؤوسنا. ففي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكتشفوا معكم رياكشن جديد. وقبل كل شيء غادي نباركوا للمنتخب المغربي التأهل الى نهائي كأس العرب بالفوز على منتخب الامارات ب3 أهداف مقابل لا شيء، يعني 3 أهداف، والمغرب ظل محافظا على شباكه نظيفة من الأهداف بدون أي هدف، لم يتلقى أي شيء. تبارك الله ما شاء الله، الدفاعات المغربية قوية اللهم بارك. فبالتالي اجيو نكتشفوا شنو كانوا كيقولوا لنا هاد الاماراتيين قبل ما يعني تكون المباراة. مع العلم راه نكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولجميع الاخوه من جميع الشعوب. فقط ملي كتكون المباريات كيكون بعض من الملاسنات، ولكن لا باس بها، ملاسنات اللي هي خفيفه بسيطه ظريفه، إلا أن الأهم العلاقة الأخوية كتبقى بين جميع البلدان في حدود الاحترام. طبعا يشملها الاحترام دائما، الاحترام هو أساس جميع التعاملات. يلا نتفرجوا جميع نشوفوا اش كيقولوا لينا. يا حي الله أهل المغرب، وايد سمعنا رمسة عنكم وعن لعبكم، بس لحظة شوي، تراكم وصلتوا عند عيال زايد. نصف النهائي غير واللعب ويانا غير، الأبيض ناوي على الشر ولا تتحرون الطريق للنهائي بيكون سهل. اذا الحمد لله مادام سمعوا على اللعب ديالنا، الله اعلم سمعوا ان الفرقه بطبيعه الحال المنتخب المغربي واحد المنتخب اللي هو قوي عالميا، فاكيد غادي يديروا اعتبار لهذه المساله هذه. وها هما شافوا النتيجه بعينهم. انا تعمدت ما نهضر على هذه الامور حتى نشوف النتيجه شنو كاين فعلا، وها هما خداو النتيجه. والان هاتوا لنا المغرب. هاتوا المغرب، هاتوا المغرب. اذا هنا ما بقاش الاماراتيين بوحدهم اللي كيقولوا هاتوا لنا المغرب. المغاربه شافوهم قلال، قالوا ارا نعاونوهم، فعاونوهم بالطبل والبندير وداكشي. هاتوا لنا على ربي، جيبوا لينا هذا المغرب نشوفوا كي داير على ربي. ها هو جاكم وشتوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء تعازينا للشعب المغربي بوفاة مجموعة كبيرة في فيضانات مدينة أسفي. تحية لمثل هذه الجماهير المسالمة جدا اللي ما كيستفزوش الناس نهائيا. والله يرحم اللي ماتوا في فاجعة أسفي، والله يشافي اللي مرض، والحمد لله على سلامة اللي نجاو من هذه الفاجعة هذه. المرحلة هذه أعتقد يعني ممكن البعض يشوفها إنجاز، لكن الإنجاز الأكبر إنك توصل للفاينل وتحاول تعدي. فالله يكرمنا اليوم إن شاء الله ونقدر نفوز في المباراة ونفرح عيال زايد كلهم بإذن الله. بالنسبة للفوز إن شاء الله أيا ما كان الفائز الحمد لله والشكر لله، سواء الإمارات أو المغرب. هادشي الحمد لله حنا ما يأثر علينا في حتى حاجة. الجزائر ندخل هالمباراة ونحن مطمئنين وفانا الفوز بإذن الله. المباراة إن شاء الله عز وجل تكون مربوحة بإذن الله عز وجل، وإحنا إخوان الحمد لله. ما كاينش فرق بين المغرب وبين الإمارات وبين أي بلد إلا بالكرة في الملعب، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. خلاص. كيف المعنوي؟ نعم بإذن الله المغرب نطرشهم على مطار حمد بإذن الله، واثق بإذن الله. المنتخب يستاهل منا الدعم، ودام وصلوا لهذه المرحلة نحن معاهم قلبا وقالبا. المباراة 50-50، وعلى المستوى اللي قدموه قالوا قبل المباراة مباراة سهلة، وبداية البطولة يقول الإمارات ما راح يوصل. الحين راح أقول لكم هالكلام، الإمارات وين واصل، وبإذن الله إن النهاية خليجي، والحين واحد، يا أنتم يا نحن، لكن الميدان يا ميدان. طبعا الأجواء جميلة في الدوحة، إن شاء الله الفوز إماراتي اليوم. كم تتوقع؟ 2-1 إن شاء الله للإمارات. 1-0 إن شاء الله. وأنا أتوقعها بلنتيات. في النهاية الجميع فايز. اسمعني زين يا ولد المغرب، اليوم ما في مزح، نحن بنلعب بدمنا وبنخلي روسكم تحت الأرض، بنغرسها غرس ولا حد يقدر يطلعها. بتشوفون قاسم بونو حيلعب النهائي سعودي، خسران 5-0. خلاص البطولة في راس البحر، ضبوط هذه البطولة. انتم كتشوفوا على ردود الاماراتيين كيفاش كيهضروا، كيفاش كيدويو. ها اللي قال لك نصيفطوهم للمطارات يرجعوا لبلاداتهم،
ايوا الساعه المغاربه ديالنا راه هما اللي دخلوكم لديوركم، ودابا غادي تدخلوا تبكيو في الديور وتسدوا عليكم. شو هادشي كامل من باب المزاح، من باب الضحك. لان الاصل المهم النتيجه مهما كانت والله العظيم ما كانش غادي تاثر فينا. حتى حنا الا كنقولوا الان المغرب هو اللي ربح، الجماهير المغربيه باقا تما، الان هما اللي غادي يدخلوا لديورهم، هما اللي غادي يسدوا عليهم البيبان والسراجم. نسيت حكا قال لك غيدعموا السعوديه، ولكن واخا يدعموا السعوديه المهم ان الامارات خرجت. واحد حيدناه الجنب، واحد اللي يقول انه غادي يصيفطنا المطارات، ساعه صيفطوه للجماهير للدار باش يرقد يرتاح، وكاين اللي كيقول لك غادي نخشيو ليهم راسهم في الارض. ساعه هما ماشي حنا، ماشي مثلا الجماهير المغربيه ماشي هي اللي خشات ليهم راسهم تحت الارض، لا هما اللي دخلوا راسهم تحت الارض من شده هول والنتيجه، من شده وقوه النتيجه ما قدروش يستحملوا هذيك النتيجه، ولاو كيحفروا هما بروسهم ودخلوا روسهم في الارض. والله العظيم الا ضحكتني المباراه ديال هذا النهار، ضحكتني. هما حفروا لراسهم براسهم، يعني كيقول لك واحد المثل كما تدين تدان. الحفره اللي كديرها لخوك كطيح فيها انت، داكشي اللي حفروه لراسو لخوتهم دابا هما طاحوا فيه وكيعيشوا هما دوك اللحظات، داكشي ديال يجمعوا الشناطي، غطوا ريوسكم، ما عرفتش كيقولوا. المهم داكشي كامل هما اللي كيديروه دابا. كنبغي نشكر كاع الناس اللي فريمون كتحترم الجماهير المغربيه او الجماهير الكرويه بصفه عامه اللي كتدعم الكره، سواء المغربيه، الجزائريه، المصريه، التونسيه، السعوديه، الاردنيه، القطريه، الاماراتيه، اي فرقه، فاي جمهور كيتقبل الهزيمه فشابو ليهم. هذوك الجماهير هما اللي توفوا عليهم القبعه، في حين ان الناس اللي كتستفز او اللي كتعمد استفزاز، كاينين الناس اللي ما كيقدروش يتحكموا في الاعصاب ديالهم، فبالتالي الناس اللي كتستفز اخوانا هذا عيب وضعر، ولو من باب المزاح ولو من باب هذا كيبقى زوين ان الجماهير مع بعضياتها يحترموا بعضياتهم، يحترموا البلاد اللي هما فيها، يحترموا الناس. وايضا الناس اللي تقدمات بالتعازي للمغرب، صراحه هذا جيست كبير نحييه عليهم، انهم داروا الاعتبار لواحد الكارثه كاينه حاليا في المغرب، داروا الاعتبار لواحد الحزن، واحد الالم كيعيشوا هذوك الناس. كنحييكم من هذا المنبر، كنقول لكم هارد لاك ان شاء الله في مباريات اخرى ان شاء الله، وبحال الانسان ربح بحال ما ربحش راه عادي، الحمد لله ان هاد الكره هي اللي كتجمع بين البلدان، اللي كتجمع بين الاخوان، اللي كتخلينا شي يحس بشي، شي يتعرف على شي، وهكذا دواليك من الامور. فالى اخواننا في المغرب، الله يرحم كما قلنا سابقا اللي ماتوا ان شاء الله، ويصبر ذويهم اطفالهم واحبابهم. شفت فيديوهات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تدمع لها العين دما وليس دموعا، تدمع لها العين والقلب يتحسر من شدة الحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، هذا قضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم اللي مات، الله يشافي اللي مريض. شفت في أحد التصريحات أنه كاين حالتين في الانعاش، يعني في وضعيه خطيره ولكنها مستقره، كيقول خطيره ومستقره، في حين انه اخرين تحت العنايه الطبيه واخرين خرجوا سلامات، والحمد لله على هذه المساله هذه. الله يشافي المريض، الحمد لله على سلامه اللي نجا من هذه الكارثه هذه. بلادنا كتعيش في واحد الازمه، حاجه زوينه ان المغاربه يوقفوا مع بعضياتهم، يساندوا بعضياتهم في هذه الظروف العصيبه هذه، في هذه الظروف الاليمه هذه. الله يحفظكم اخواتنا، الله يحفظكم اخواننا، ما تنساوش خوتكم، تفكروهم ولو بمكالمه، تعرفوا حوالهم، تعرفوا حبابكم حوالهم. نسأل الله خيرا في قادم الأيام، دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.